في إطار التنسيق بين مختلف النقابات على مستوى ولاية سيدي بلعباس، نظمت اليوم ندوة جهوية على مستوى الغرب الجزائري، حيث من خلالها عرضت العديد من الإنجازات والخطوات التي قطعتها التنسيقية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين، وكذا ما تحتويه من مؤسسات ومعاهد وطنيه. ودي أن أشكر الاتحاد العام للعمال الجزائريين لولاية سيدي بلعباس على تلبية الدعوة. عندنا 1240 عامل، عدد المنخرطين 829. ولاية سيدي بلعباس يعني باعتبارها ولاية يعني واسعة، يعني تحتوي على 52 بلدية. عندنا 14 مؤسسة تكوينية، 3 معاهد وطنية، ومعهد وطني راه يعني باذن الله يكون يعني جاهز في الدخول التكويني 2018 ان شاء الله. 3 ملحقات تكوينيه. يعني الامر اللي بغيت نقوله يعني السيد الامين الوطني ان ولايه سيدي بلعباس الحمد لله 100% اجتياز. وحسب ما صرح به احد ممثلين النقابه الجزائريه ومن امام الحاضرين، ان الفروع النقابيه التابعه لولايه سيدي بلعباس لم تسلم اي محضر قضائي يهم انشغالات العمال، حيث اكد على ضروره طرح المطالب، فالابواب مفتوحه على مستوى الوزاره. كاينه حاجه اللي نقولها مكتب التنسيق تاع ولايه بلعباس والامناء العامه تاع الفروع النقابيه تاع المكاتب راهم هنا، ما صحناش حتى بيفي من الولايه تاع بلعباس باش يقولوا لنا شنو هما الانشغالات تاع ولايه بلعباس. صافي دير راه تو فابيا من كوطا دي تو فابيا. حنا ثاني هبطنا باش نديروا الاجتماع هنا وننسقوا فيه. نقول لكم باب الحوار يا جماعه مفتوح للوزاره تاعنا، غير ما كانش عندنا مطالب وقائعيه باش نقولها لكم الصراحه. إلا ما كانش عندنا مطالب وقائعيه راح نريقلوا المشاكل للعمال اللي فيربال والله اكثر من صحاب البيبي. علاش؟ كي هاتفنا واحد هاتفيا من الولايه يقول لي فلان خاصه هذه وفلان خاصه هذه، ما تكتبش على ما تدوش على محضر. ولقد حققت الاتحادية العامة للعمال الجزائريين عدة مكاسب، منها استفادة العديد من العمال من الترقيات الاستثنائية، ويعتبر ذلك بمثابة الإنجاز الهام لسنة 2016. ويعود الفضل للوزارة التي باتت تعمل كشريك ساعي في تحسين الظروف المعيشية للعمال. بطبيعة الحال احنا قطاع تكوين مهني يعني معروف بالتقاليد النقابية. اولا نقول لك بلي اليوم اختيار ولايه بلعباس باش درنا ندوه جهويه في اطارات نقابيه على مستوى الغرب الجزائري والفروع النقابيه الموجوده على مستوى الولايه. العمال يعرفوا المكاسب اللي حقوها في هذه السنه، منها الترقيه الاستثنائيه اللي قاست يعني تقريبا 7600 يعني بين عامل مهني واداري واساتذه. ما يخفيش بالنسبه للاساتذه وين تقريبا 2400 استاذ استفادوا من الترقيه الاستثنائيه. وين الوزاره كانت تفكر يعني كان حوار وتشاور على مستوى الوزاره كان بناء، والوزاره خدات على عاتقها يعني الامور يعني بالنسبه للعمال بالنسبه للترقيه تاعهم. ثانيا نشكروا سيد الوزاره اللي في الاسبوع الفات وين يعني فتح الملف تاع الستاتيو بارتي تاع العمال التكوين المهني بالنسبه للاساتذه، راهم مشكورين. يعني بعد نشكروا الوزير الامين العام اللي يعني خداو على عاتقهم يعني المطلب كان مطلب عندنا عامين وين اون ديبوزي لو دوسي. ان شاء الله هذه السي راح نخلي العمال الاساتذه يستفادوا من الترقيه بالنسبه من الناحيه الماليه ومن ناحيه لا كارير بروفيسيونيل تاعهم. احنا المطلب تاعنا اليوم يعني كان لقاء مع لا باز، وكما درنا في بسكره كما درنا في بلعباس وكما راح نديروا في بعض الولايات. يعني الخراجات هذو راح تسمع لنا باش يعطيونا الاشغالات من لا باز، باش حنا ماذا بينا ما نطرحوش حنايا شاك فوا يعني سي الفيدراليات ولا الاتحاد العام يعني عندنا اون باز وماذا بينا نديرو من لا باز تاعنا. رانا موجودين معنا يعني مع فروع نقابيه مع لي كورديناتور دو ولايه، وماذا بينا يعطيونا اقتراحات خلاف على مشاكل على المستوى الوطني واللي تهم القطاع كقطاع باش نزيدوا نحسنوا يعني الظروف تاع المعيشه تاع العمال تاعنا ان شاء الله. بما ان الاتحاد العام هو الشريك الاجتماعي الوحيد على مستوى القطاع، هذا خلانا نخدموا مع الوزاره في اريحيه وكاين تفاهم، وان شاء الله باذن الله ديسي لا فان ديسمبر ان شاء الله راح تكون مفاجاه ان شاء الله.